اما شركات التليفونات دول عليهم حركات، يقعد يعلي في الارقام يعلي في الارقام يعلي في الارقام، ويجي يقول لك المعالج ده بتقنيه 4 نانومتر 3 نانومتر، وكل ما تقل كل ما الاداء كان يبقى احسن. طب ازاي؟ اقنعني. حاجه غريبه، بروسيسور وبنعلى جين 6 جين 7 جين 8 وحاليا 8 اليت، بنطلع كل حاجه ميجا بكسل كاميرات، نطلع كله بيزيد الا جت عند دي وقرروا يقللوها. فحاجه غريبه مش مفهومه. ده يعتبر عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. هنتكلم عن ليه لما المعالج بتبقى معماريته اقل بتاخد استقرار في المعالج، وبتاخد حراره اقل، وبتاخد كمان اداء اعلى، وبتاخد استهلاك في البطاريه اقل. ايه الحلاوه دي كلها؟ عشان تعرف ده بيحصل ليه محتاج ابعد بيك شويه ونروح ونفهم البروسيسور عباره عن ايه او المعالج. الرقم سواء 5 او 3 او 12 فهو عباره عن ترانزستورز بتبقى موجوده جوه المعالج. يعني بمعنى ابسط المعالج بيبقى متكون من اجزاء جنب بعض، ومساحه وحجم الترانزستورز دي بتبقى الرقم ده، سواء 12 نانومتر او 7 نانومتر او 3 نانومتر حاليا اللي وصلنا له، اللي موجود في الايت اليت. برضه ده هيوصلنا لحاجه، ليه الاداء بيبقى احسن لما الرقم بيقل؟ عشان النانومتر دي وحده قياس. يعني لما دلوقتي 3 نانومتر فده معناه ان الترانزستورات اللي جوه الجهاز بقى حجمها 3 نانومتر، فالمسافه بين كل ترانزستور والتاني بتبقى اصغر، فده معناه ان الترانزستورات اللي جوه المعالج كل ما كان حجمها بقى اصغر فانت ساعتها هتقدر تكتر منها وهتعلي الاداء، وده بيخلي نقل الاشارات اسرع وبيقلل في استهلاك الطاقه، وده هيؤدي لحراره اقل. حراره اقل يبقى استهلاك بطاريه اقل، يبقى ضغط اقل على المعالج، ضغط اقل على المعالج يبقى اداء مستقر اكتر، لان المعالج مش هيقلل من ادائه لان هو هيفضل بنفس درجه الحراره. فلما الحراره تفضل مستقره مش هيحتاج المعالج يقلل من ادائه عشان يفضل محافظ على الحراره بتاعته، زي ما شفنا في الاي 18 برو في ابل، وشفنا من سناب دراجون ال8 اليت وصلوا لاداءات مجنونه. انت ابل دلوقتي بقت تشغل العاب طرف ثالث، العاب كانت من كام سنه حلم دلوقتي بقت تشتغل عادي جدا على التليفونات، وفي نفس الوقت الايميوليترز على الاندرويد بقت بتشغل العاب بالجرافيكس مجنونه ما كانش حد ممكن يتخيل انها تشتغل على الاقل في الوقت الحالي على تليفون اندرويد. وبس كده، اتمنى اكون فدتكم، ولو حد ما فهمش اللي انا شرحته يكتب لي في الكومنتات وانا اشرح له مره كمان، مفيش اي مشكله. كان معاكم حازم تك فيو، سلام.